مشهد تاريخي وغير متوقع. محمد صلاح جعل هالاند نجم بوروسيا دورتموند يقوم بالسجود بعد التسجيل في مرمى أشبيلية في دوري أبطال أوروبا. في البداية ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. شهدت مباراة بوروسيا دورتموند وأشبيلية في ذهاب الدور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مشهد تاريخي وغير متوقع أثار الجدل من نجم بوروسيا دورتموند هالاند، حيث قام النجم النرويجي بعد تسجيل هدف بالسجود ورفع يده إلى السماء على طريقة محمد صلاح وساديو ماني. وبعد سجود اللاعب النرويجي أثار حالة من الجدل وتتساءل الجماهير: هل هذا اللاعب دخل الإسلام أم يريد الانضمام إلى ليفربول أم يقلد احتفال محمد صلاح وساديو ماني بعد تسجيلهم الأهداف؟ وهذا ما حصل قبل مباراته بيوم في مباراة ليفربول ولايبزيغ، عندما سجل محمد صلاح وماني قاموا بالسجود، وهذا ما فعلوه دائما بعد تسجيلهم أي هدف. لكن أعتقد أنه يقلد احتفال محمد صلاح بعد تسجيل الأهداف. الله عليك يا فخر العرب. متابعينا الكرام، نحن في انتظار آرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.